السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تي في اس الفتره اللي فاتت نزلت كام اصدار كده، منهم سكوتر 125 سي سي ولكن بامكانيات كويسه. ناس كتير جدا بتقول لك امكانيات جباره ومش عارف ايه وبتاع. طب النهارده تعالى نعرف مع بعض سعره ومواصفاته ايه، لان ناس كتير جدا طلبت مني الفيديو ده. عايزين نعرف قبل ما نشتري احنا هنشتري ايه، وهل يستحق السعر ده ولا لا، وفين الفلوس اللي هدفعها مقابل مواصفات، ولا هو كلام وخلاص. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا سيد الفاضل، اول حاجه السكوتر ده يحتوي على محرك رباعي الاشواط، تمام؟ بيستم واحد، اسطوانه واحده، احاد الاسطوانه، بيستم واحد، ضغط عالي او كبس عالي، بنزين 92. ده افضل حاجه. هتحط 95 ماشي، 80 بلاش. ليه؟ نسبه الانضغاط في البيستم هنا 10 و3 من 10 على واحد، يعني انت عايز نسبه اكوتان عاليه عشان الاحتراق. ثانيا في حاجه تانية، ان نازل لك هو 125 سي سي وسكوتر صغير في الفئه الشعبي، ولكن نازل انجكشن مش كربراتير. يعني حقن الوقود فيه مش هتلاقي بقى كربراتير واظبط هوا وعليه صلنسيه والكلام ده، لا، انجكشن الكتروني في كمبيوتر، عقل مفكر هو اللي بيشتغل كهرباء. يا دوب انت بس تفتح الكونتاكت تديله الاوامر وبعد كده هو يشتغل لوحده. هو بعد كده هتدوس على المارش هيغذي هواء، بنزين. ليه؟ عشان في حساسات، والحساسات ديت هي اللي دايره العقل الالكتروني بتقول له غذي ولا وطي علي زود ما تزودش الكلام ده كله. تمام؟ يبقى انا عندي بنزين 92، ده افضل حاجه هتعملها معاه. الموتور على كاتينا، وطبعا في مواصفات كتير جدا هنقولها بعد سرد المواصفات السريعه دي. تمام؟ قطر البستم 53 و5 من 10 في 55 و5 من 10. لما تيجي تعمل الحسبه ديت هيدي لك كام؟ 124 و8 من 10 سي سي بالظبط، يعني 125 سي سي بالملي. تمام؟ نظام التشغيل فيه مارش زائد منافله. المارش لسهوله استخدام، تفتح الكونتاكت تدوس على المارش السكوتر اشتغل. تمام؟ طيب المارش حصل فيه مشكله، ايا كانت المشكله بقى، كهرباء ميكانيكا الكلام ده، في منافله في الجنب اهي، تفتح المنافله وتدوس ودور يا سيد الفاضل. تمام كده؟ هتقول لي والله كلام جميل، بس هو السكوتر شكله كنز كده ولا انا بتهيألي؟ اقول لك يا باشا خد المواصفات. شوف يا سيد الفاضل، السكوتر ده الطول كامل اجمالي 186 سم، العرض 71 سم، الارتفاع 116 سم، قاعده العجلات 128 سم ونص، يعني حاجه محترمه يبقى ثابت معاك على الطريق. الحموله بتاعته 155 كيلو، يعني ايه؟ يعني انت وواحد وراك. تمام؟ ده لو انت عايز تحافظ عليه اطول فتره ممكن، يعني هيمشي مع موظف، مع واحد هيروح مشاوير الكلام ده. وزن البتاع ده السكوتر ده 120 كيلو. طيب عندك الجنوط بتاعته، عندك جوز جنط مقاس 12 عشان الكاوتش، لازم تعرف الكلام ده. امامي 12 في 80 في 100، خلفي 12 في 80 في 110. نازل لك فرامل ديسك امامي وخلفي باكم. قطر الاسطوانه الامامي 220 مللي، حاجه محترمه. الخلف 130 مللي. كمان نازل لك اضاءه كامله كامله امامي وخلفي، كل حاجه LED. سعه خزان الوقود 5.8 من 10 لتر. تمام؟ طيب مش قليله؟ لا مش قليله، لان اصلا ما شاء الله انت لو سمعت السرعه بتاعته مع امكانيات استهلاك الوقود مع الكلام ده، اصبر، اتقل اتقل، لان ممكن اصلا يكون انت تطلب مني فيديو تاني عن السكوتر ده. تمام؟ يبقى سعه خزان الوقود 5.8 لتر من 10 لتر. سعه الزيت 900 مللي. نوع الزيت ايه؟ طبعا احنا قلنا نوع البنزين، نوع الزيت ايه بقى؟ SAE 10W30 هتلاقيه متوفر، او 10W40 مفيش فيها مشكله. ABI SL جاسو MB. تمام؟ يبقى انت اهم حاجه انت عندك اللزوجه بس، الكلام ده كله ان شاء الله هتلاقيه موجود. طب هتقول لي هو يختلف ايه عن السكوترات التانية؟ اقول لك خد بقى بقيه المواصفات الحلوه دي. السكوتر ده فيه فلتر هواء منقسم من قسمين، ورقي وسفنجي رطب لزياده النقاء. يبقى انت عندك انجكشن، هتقول لي هخاف عليه؟ لا، ده مديلك فلتر هواء بامكانيات كويسه عشان يحافظ على دايره الانجكشن، البوابه والحساسات والكلام ده. نازل لك عداد ديجيتال كامل موضح عليه كل البيانات، شكله كويس ومية مية، رقمي، وكمان بيتصل بالهاتف بالبلوتوث. يعني انت ممكن توصله بالتليفون وتحط التليفون تعرف بقى ايه المسجات اللي جايه لك، الاتصالات من مين، مش عارف ايه، تفصل تفتح منه، وممكن تتكلم من عليه، بس مش من السماعه بتاعته، مفيش عليه سماعه، لا ده السماعه البلوتوث في ودنك هتوصلها بيه، والتليفون في جيبك وتوصله بيه وتفتح وتقفل والكلام ده، فبرضه اوبشن كويس جدا. الموتور بقى امكانياته جميله، ده بقى اللي عليه خلاف. ناس كتير كده يقول لك ايه 3 صباب، 3 يعني ايه 3 صباب؟ احنا نعرف 2 صباب و4 صباب. طب خد الحته الحلوه دي، الموتور ده فيه عمود كامات بتقنيه RCF. RCF يعني ايه؟ حاجه كده بيعملوها في عمود الكامه
بيقلل الاحتكاك ويزود العمر الافتراضي لعمود الكامة والشواكيش. ده كمان الشواكيش بتاعته بنفس التقنية وعليها سوست، عليها يايات عشان تقلل من أصوات الاحتكاك، وفي نفس الوقت الضغط على البلي، وفي نفس الوقت تزود لك العمر الافتراضي بتاعها وما تسمعش صوت التكهات. تمام. طيب موضوع السي في تي، تعرف ان هو جاي لك فيه السير بتاع نقل الحركة مشرشر من الجنبين، يعني من جوه ومن بره. طب هتقول لي من جوه وماشي، طب من بره ليه؟ هقول لك اتقل، صلى على النبي. من جوه عشان الاحتكاك مع الكلتش الامامي والكلتش الخلفي، فهيديك باور اعلى، تمام، سحب اعلى، وهيديك سرعة استجابة، فهيقلل نسبة فقد الحركة. طب ومن بره عشان يديك تهوية، لان الشرشرة ديت مع اللف هتعمل هوا، فهيديك تهوية لنظام نقل الحركة الامامي والخلفي افضل. تمام. ودي حاجة برضو تحسب ليه، لان برضو اوبشن كويس. طيب كمان نازل لك غرفة حريق التلاتة صباب. تلاتة صباب متقسمين ازاي؟ 2 سحب وواحد عادم، يعني 2 قدام ورا وواحد قدام. اللي قدام ده بتاع العادم اللي هو ناحية الشكمان، تمام، واللي ورا ده اللي ناحية البوابة اللي هو بتاع السحب. طب هم خلوا 2 ورا ليه وواحد قدام ليه؟ خد الحتة الحلوة ديت برضو ايه، حتة فنية كده. الاتنين اللي ورا عشان سحب البنزين يتوزع اكتر ويتفتت جزيئاته اكتر، فيديك احتراق امثل داخل غرفة الحريق. لكن اللي قدام العادم اللي طالع مش فارق معانا، يطلع من 1 من 2 من 3 مش فارقه معانا. ليه؟ لان هو كده كده اسمه محترق، هو احنا بنصرفه يتصرف في اي مكان وفي اي اتجاه. لكن اللي داخل انا عايزه يكون البنزين مفتت جزيئات اعلى عشان يدينا احتراق امثل. تمام. فقال لك ايه؟ 3 صباب. طيب في عندي بخاخ بنزين تحت غرفة الحريق، تحت السلندر. ده كمان ميزة حلوة قوي، لان ده انا هقول لك برضو الزيت، بخاخ زيت تحت السلندر ده هيجيله الزيت منين وازاي، هقولها لك في المعلومة اللي بعد دي. ده مهمته ان هو يغذي البستم والشنابر من تحت بالزيت مع الدوارة. نازل لك علبة تبريد محكمة حول الموتور، علبة فبر عشان زيادة التبريد، عشان لو انت هتسافر بالسكوتر ده. نازل لك اطارات ريمورا اكثر قوه وثبات على الطريق، وكمان عريضه، هيديك ثبات وانت ماشي. خد بقى المعلومه اللي محدش قالها، ترمبه الزيت بتاعته واسعه لزياده ضخ الزيت في الموتور. عشان كده حط لك صمام تغذيه او بخاخ تغذيه تحت البستم، عشان يقول لك ان انا حاطط لك ترمبه زيت واسعه هتضخ 6 لتر زيت في الدقيقه. عشان كده نسبة ضخ الزيت وحركة الزيت في الموتور هتكون اعلى، فهيديلك تبريد وليونة وانسيابية في حركة الموتور من جوه افضل. تمام. فبالتالي هيديلك نعومة في الصوت وكفاءة وطول عمر افتراضي لاجزاء المحرك، حاجة كويسة. كمان مديلك كتينة حصيرة مزدوجة، مش كتينة سلسلة عادية، لا كتينة حصيرة، فده برضه هيديك عمر افتراضي وصوت اجمل. الشكمان الرياضي الصوت الجميل بتاعه، تمام، صوت مكتوم مش اللي هو العالي. مساحة تخزين اسفل المقعد مساحتها 22 لتر. طبعا هتحط بقى فيها خوذة، هتحط فيها شنطة، تحط فيها احتياجاتك. الموضوع ايه؟ طبعا فيها زي ما انت شايف كده. ده كده السكوتر. سعره كام؟ سعره تقريبا الفعلي او السعر المعتمد 66500. تمام. وانا بقول الفيديو عشان ما اعرفش زايد قل. 66500 ده السعر المعتمد الرسمي بتاعه. ده كده كل شيء عن السكوتر اللي قدام حضرتك ده. طب في فيديو تاني ده لو انت طلبت بقى، لو انت طلبت اقول لك الصيانات الدوريه بتاعته، ازاي تتعامل معاه، ازاي تشتريه، الكلام ده. هو طبعا لو انت عايز تشتريه من خلال الصفحه عندنا، هتتصل بواتس، مش اتصال، تبعت على الواتس 0100 1545 174. تمام. هيجي لك تشيك عليه ويتشحم وتظبطه 100 100 وتيجي تستلمه باذن الله جاهز ان شاء الله بالفاتوره بتاعته. ده كده كل حاجه عنه. ناقص شويه حاجات كده، لو انت طلبتها في فيديو تاني ممكن اعملها لك باذن الله. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.